السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا مساء الفل على عيونكم. ازيكم حبايب قلب؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يومكم كله خير وفرحة وبركة وسعادة. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنسوناش باللايك، كل ما اشتركش في القناة يا ريت يشرفني وينورني بالاشتراك وتعليق جميل منكم. ان شاء الله مع بعض النهارده هنعمل اطعم واحلى فراخ بمنتهى السهولة هتعمليها. نقول بسم الله والصلاة والسلام على اشرف خلق الله وندخل على بركة الله نبتدي الفيديو. اول حاجه يكون معانا فراخ متقطعه، معانا التوابل بتاعتنا بقى ملح، بابريكا، فلفل اسود وكمون ورق لوري وحبهان، ومعانا طماطم متقطعه، وكمان يجي 4 بصلات كده متقطعين. معانا طبعا توم باودر، رشه من القرفه. هنبتدي بقى ايه نحط كل الخليط ده مع بعضه. معانا كمان حوالي كده ايه 4 معالق من الصلصه. الفراخ طبعا نقعينها وغسلينها كويس ومقطعينها. الفراخ دي يا جماعة سهلة جدا وسريعة، يعني لو جالك عزومة على غفلة كده او ضيوف او انتي مش عارفة تعملي اكل ايه وجبتيها، وبتطلع كمان طعمها في منتهى الجمال. يعني ممكن ساعتين 3 كده تشتغلي فيها تدخلها الفرن. سهلة جدا وسريعة كلها كده في صينية واحدة. بعد ما حطينا بقى البصل والطماطم وكمان التوابل والصلصة، بنقلب بقى كل الخليط الامر ده مع بعضه. دي صينية المستعجلين يا جماعة، المستعجل كده وعايز الحاجة بسرعة وسهلة كده بتبقى في منتهى الجمال. نتأكد بس ان احنا خلطنا كل المكونات. طبعا لما بتحط عليها كل الحاجات دي بنسيبها كده حوالي ايه مثلا ساعتين 3، ما بتاخدش وقت برضو. حطينا كده حوالي مثلا ايه كوباية من المية. كده كده الخضار بتاعنا هينزل مية منه برضو. خلطة تحفة بتطلع معانا الفراخ طعمها هايل. كده تمام. نبتدي بقى ايه قطعة قطعة من الفراخ كده نغلفها بالخليط بتاعنا ده. نحط كده شوية من الفراخ ونحاول نغلفهم كده بالخليط. نتأكد ان القطعة كده اتشبعت من الخليط بتاعنا اللي احنا عاملينه، اللي في منتهى الجمال. هيطلع لك فراخ تطعيمة هايلة. ان شاء الله تجربوها كده وتقولوا رأيكم في الكومنتات ايه. بعد ما هنخلصها بقى كده ونغطيها ونسيبها ساعتين 3، فرننا ساخن على درجة حرارة 220. هنحطها زي ما انتم شايفين كده على الصاجة، وبعد كده بترفعها على السلك. هي مبتاخدش سوا خالص، بتطلع معانا يا جماعة هايلة. شايفين طلع معانا تحفة وريحتها كمان في منتهى الجمال. بكده بقى خلصنا وصفتنا. يا رب تعجبكم وتنور رضاكم ونكون دايما عند حسن ظنكم. انتظروني في فيديو جديد ووصفة جديدة، واسيبكم بخير واشوفكم بخير، والسلام عليكم. دمتم في امان الله وانتم مع الف سلامة، وكل سنة وانتم طيبين.